وفي هذه المناسبة العظيمة أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من دعم هذا المركز وساهم في نجاحه، بقوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأخص بالشكر والتقدير العميق للمركز أبو سلمان الذي قدم دعمه السخي لرواتب الأساتذة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. جمال أفجابسي كرورها رابسي من كسي ونرى وجوه روت كنين حرمه جادوتي تمري حركة روسي كيوسي درا من كيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكرام، أيها الحضور، أرحب بكم في هذا اليوم المبارك أحر الترحيبات أصحاب الفضيلة، السادة العلماء، الأئمة الأكارم، الأساتذة المحترمين، وأولياء أمور الطلاب والطالبات من أبنائنا وبناتنا الأعزاء، أعداء المجلس الأعلى، والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الحفل الختامي الذي ينظم بمناسبة اختتام الأنشطة التعليمية في مركز النور الإسلامية في حي أجب بمدينة جمة، الذي يوافق 10 من شهر شعبان لعام 46 400 وألف هجرية، الموافق يناير 25 و2000 ميلادي. يشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم المبارك الذي يحيي فينا جميعا روح التعاون والأمل المشترك من أجل نشر العلم والمعرفة. كما يسرني أن أخص بالترحيب الحار بأعضاء المجلس الأعلى ورؤسائه الكرام الذين يشرفنا حضورهم اليوم. وجودهم معنا يعد مصدر فخر واعتزاز، ويعكس حرصكم على دعم العملية التعليمية والمساهمة الفعالة في تقدم المجتمع. وفي هذه المناسبة العظيمة أود أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لكل من دعم هذا المركز وساهم في نجاحه، وأخص بالشكر والتقدير العميق للمركز أبو سلمان الذي قدم دعمه السخي لرواتب الأساتذة، مما كان له الأثر الكبير في توفير بيئة تعليمية مثالية، وأسهم في تمكين المعلمين من أداء مهامهم بكل تفان. إن استمرار هذا الدعم سيسهم في تمكين المركز
من مواصلة رسالته في تعليم أبنائنا وبناتنا في مختلف المجالات، سواء في الحلقات العلمية أو حفظ القرآن الكريم أو في مدرسة أو في محو الأمية للكبار. نؤكد على أهمية استمرارية هذا الدعم، نؤكد على أهمية استمرارية هذا الدعم، ونتمنى من جميع من دعمونا أن يواصلوا جهودهم المباركة في دعم المركز. وأود أن أذكر أن الدروس ستستمر حتى نهاية شهر شعبان، على أن نبدأ الدروس الجديدة في 8 من شهر شوال بإذن الله بعد عيد الفطر المبارك. أدام الله عليكم جميعا الصحة والعافية، وأعاد هذا اليوم علينا وعليكم بالخير والبركة. اللهم صل على نبينا محمد الذي جاهد في الله حق جهاده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بنفسي وتقوى الله ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفته وإسيان أوامره، لقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، نتكلم اليوم عن فريضة من فرائض الإسلام، والتي فرضها الله تعالى على الغني والفقير والصحيح والمريض والذكر والأنثى والمقيم والمسافر، ألا وهي الصلاة، فهي ركن الثاني من أركان الإسلام وعماد الدين، وهي أول ما فرضه الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام، وكان ذلك في أشرف مقام وأرفعه وهي السماء، وكانت في ليلة الإسراء والمعراج، كما أنها الفريضة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر وصاياه، وهي الفريضة التي لم يرخص الإسلام في تركها، وبالإضافة إلى أن الصلاة مفتاح للخير، وجعل الله تعالى من صفات المؤمنين المفلحين، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كما أنها صلاح لبدن الإنسان وروحه وطهارة لقلبه ونور لوجهه ومكفرة لسيئاته وخطاياه. عباد الله، اعلموا أن صلاتكم هي مفتاح من مفاتيح دخولكم للجنة، فقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بها الرجل الذي طلب أن يكون رفيقه في الجنة، كما أنها سبب في البعد عن المنكرات والمحرمات، بقوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا على ذكرك وطاعتك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الكفر والفقر ومن غلبة الدين وقهر الرجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.